صباح الخير. النهاردة هوريكم ازاي نعمل السميت التركي القمر اللي انتوا شايفينه ده. السميت التركي من اشهر الحاجات في الفطار التركي. كل الناس اللي زارت تركيا انا متأكدة ان هم جربوه، ان العربيات الحمراء الأبورة اللي بتبقى واقفة في الشوارع في كل الحتة دي هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس قبل اي حاجة، لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، اعملوا لايك للفيديو ده، وتعالوا على طول نبتدي. اول حاجه هجهز شربات. الشربات ده بنسقي فيه السميد، فبحط كده كوبايه من السكر وبحطها على النار في الكسرول. المره دي بقى مش هقول لكم خلوا بالكم ولا ثواني وبتلسع ولا اي حاجه، لا احنا اصلا عايزين نلسع، فيعني حطوه على نار متوسطه كده وسيبوه لحد ما يغمق خالص. يعني ممكن تغمقوا عن ما انا عاملاه كمان. هزود عليه بقى بعد ما يوصل للون ده كده كوباية ونص من المية. وخلوا بالكم جدا وانتوا بتزودوا المية علشان يعني ممكن تعمل فوران وتجيب عليكم او حاجة. وارفعه على النار تاني لحد ما السكر يدوب ويبقى يعني شربات زي ما انتوا شايفينه كده. واهم حاجة ان احنا نسيبه يبرد تماما. البديل للشربات ده بقى واللي بنستعمله بشكل يومي تقريبا هو حاجة اسمها أذون بيكمازي. البيكما دي بنقول عليه اللي هو دبس العنب، فلو مش متوفر عندكم أكيد هتعملوا الشربات ده. هبتدي بقى أجهز العجينة. أجمع كده الأول المكونات السائلة كلها مع بعض. هحط كده معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، حوالي 10 جرام. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. هزود معاها معلقتين كبار من السكر الأبيض، ومعلقة كبيرة من الزبدة تكون طرية كده ومخرجينها من قبل بوقت. وهزود عليها من 2.5 ل3 كوبايات من المية حسب نوع الدقيق اللي انتوا مستعملينه. عندي بقى كيلو من الدقيق، هزود عليه معلقة كبيرة من الملح، وهنزل عليه المواد السائلة اللي هي المية والسكر والخميرة، وهحطهم في العجان وهعجنهم 10 دقايق كده ولا حاجة. العجينة بتاعة السميد مش بتكون طرية ولينة كده زي العجائن الباقية، ويعني احنا مش عاوزينها تعمل عرق ولا اي حاجة. مجرد ما نلاقيها اتلمت كده خلاص بنوقف على طول. هي لازم تكون ناشفة ومتماسكة كده شوية. فانتوا زودوا 2.5 من المية، ولو حسيتوا ان هي لسه مش بتلم على بعض قوي زودوا مية كمان بالتدريج، وهكذا. هشتغل في العجينة على طول. قصيتها نصين واخدت كده كل نص وكورته، وهاخد بقى جزء جزء كده واخليه بشكل اسطواني، واقطع كل جزء ل7 قطع او 8 قطع حسب حجم القطعة اللي انتوا عاملينها. وباخد كل قطعة كده واكورها، اقفل الاطراف بتاعتها كويس واعملها اي كورة بالشكل ده كده. وهعمل كده في باقي الكمية كلها، واحاول كده ان انا اخلي القطع كلها تبقى شبه بعض. خدت الجزء التاني برضو وقطعته بنفس الطريقة. الكمية دي كيلو من الدقيق هتعمل معاكم 15 أو 14 واحدة من السميد. أغطيهم بقى بورق بلاستيك كويس جدا وخليها المفروض نخليها نص ساعة أو 20 دقيقة، ولكن أنا بما إن الجو عندي برد فأنا خليتها 45 دقيقة لحد ما ارتاحت. هاخد بقى قطعة قطعة وابتدي افردها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ببتدي من النص كده في الاول، وافضل افرد لحد ما تطول معايا وتبقى اسطوانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد كده بتنيها نصين، يعني يبقوا الطرفين المفتوحين ناحية بعض والجهة المقفولة اثبتها كده وابتدي ادورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. والجزء المفتوح اللي هو يعني اللي فاضل ده كده باخد فيه الأطراف بقى بتاعة العجينة المفتوحة واحطها فيها بالتبادل كده، واحد من فوق وواحد من تحت، يعملوا عليها حلقة تانية كده. واقفل كل حاجة مع بعض كويس بقى جدا. هتحسوا ان الجزء ده بقى قلبوز شوية عن بقية السميتة، ولكن هنلفها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده تاني لحد ما تبقى كلها في نفس المستوى وبس. شايفين قد ايه الموضوع بسيط جدا. خدت قطعة تانية فردتها بنفس الطريقة، عملتها نصين جنب بعض كده ولفتها بالطريقة دي،
ودخلت الجزء المفتوح في الحلقة اللي فضلت في الأخير وبس. في طريقة تانية بقى إن احنا نفردها بشكل اسطواني، وبعد كده نقصها لجزئين قد بعض ونلفها بنفس الطريقة، ونقفل بقى الأطراف بالطريقة دي. ناخد كده الجزء اللي بره من الجهة الأولى أحطه مع الجزء اللي جوه من الجهة التانية، والجزء اللي بره من الجهة التانية أحطه مع الجزء اللي جوه من الجهة الأولى. فانتوا ركزوا في اللي أنا بعمله هتلاقوها سهلة جدا وبسيطة. وبس كده. اخد السميد بعد ما اشكله كده انزله في الشربات اللي احنا عملناه، احط فيه تغميسه واحده بس كده، بعد كده اطلعه واحطه في سمسم متحمص. يعني لو في حاجه مبذره شويه في الوصفه بتاعت النهارده او في السميد التركي فهي السمسم، لان يعني بحس ان هو بيبقى اهدار قوي، بتلاقوا سمسم غرق الدنيا كده وغرق كل حته، بس يعني اتس اوكي طعمه بيطلع لذيذ جدا. باخدها احطها في السمسم كده واحطهم في صينيه. دي مش الصينيه اللي هتدخل بيهم الفرن، انا بحطهم في صينيه كده الاول وبعد كده بنقلهم في صينيه تانية علشان لو في اي سمسم زياده يفضل في الصينيه الاولى، واخليهم يرتاحوا 15 دقيقه او 20 دقيقه تانيين. بعد ما اشكلهم واحطهم في الصينيه بتاعتهم اغطيهم بفوطه واخليهم يرتاحوا. ومشغله الفرن من اول ما ابتديت كده على درجه حراره 200، وادخلهم في الرف اللي قبل الاخير. هسيبهم في الفرن من 20 دقيقه ل 30 دقيقه حسب الفرن بتاعكم لحد ما تلاقوهم بقوا باللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين قد ايه شكلهم امور جدا، يعني شكلهم يفتح النفس. ألذ حاجه ممكن تفطروا فيها بجد. طعمها حلو جدا، مش قادره اوصف لكم ريحه البيت كانت عامله ازاي، مع طبق جبن وشويه عسل وتشيري توميتو وحاجات قمر كده. اهم حاجه في السميت التركي بقى لازم يكون مقرمش من بره، يعني شايفين قد ايه صوته مقرمش من بره، مقرمش من بره وطري من جوه. حقيقي في منتهى اللذاذه وفي منتهى الطعم. ناخد واحده كده بقى مع شويه من العسل، يعني مش قادره اوصف لكم قد ايه طعمه يجنن. سامعين القرمشه؟ مقرمش من بره وطري من جوه. هوريكم كمان واحدة، يعني دي كانت قطرة شوية. السميت على فكرة ينفع تاكلوه وهو سخن وينفع تاكلوه وهو بارد، يعني العربيات الحمراء الأمورة اللي بتبقى عمالية الشوارع في تركيا دي بيبقى عندها كله بارد، محدش بيسخنه ولا حاجة. كل الحالات بيبقى طعمه حلو جدا. وناخد بقى كمان قطعة مع جبنة. يقولولي في التعليقات بتحبوه أكتر مع الجبنة ولا مع العسل. أنا بالنسبة لي مع جبنة وشاي ألذ حاجة في الحياة. جربوه، متأكدة إن شاء الله هيعجبكم. أشوفكم تاني على خير قريب، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.